انت كسبت 10 مليون، عربيتين 3 يطلعوا على الطريق ينزلوا البحر وانتش عارف ليه. عيل يمرض ياخد قد كده ما انتش عارف ليه. تكنز ويحصل كساد في السوق تخسر 2 3 ليه؟ ما انت مش عاوز تقف مع نفسك، انت مش حاسب المسألة صح. في الأزمة بتاعت انفلونزا الطيور كان كل الناس بتخسر بالملايين. عارفين مين كسب؟ واحد بس كان عمال يكسب. الناس عماله تنزل وهو عمال يطلع، الناس ما عادش بتبيع وهو شغال. مين؟ كان الحاج صلاح عطية رحمه الله، لأنه معروف ان هو حتى كانوا يسموه كده يقولوا عليه ملياردير الغلابي. ده بيتاجر مع الله، يصدق في تجارته ويصدق في معاملته. الناس ضايعة والخسارات شغالة والدجاج عمال يموت، هو المسألة عمالة توسع معاه لأنه صادق في تجارته مع الله، لا يغش الناس، لا يكذب على الناس، ولا يحتكر طعام الناس ولا قوت الناس. النهارده التجار يتفقوا مع بعض يغيبوا لنا السلعة شوية، تشح من السوق، الناس تحتاج، يبدأوا يطلبوها، ينزوها لهم بسعر أعلى. هو مين اللي ماسك الكلام ده؟ واحد يقول لك المفروض الدولة تعمل والدولة تسعر. الدولة هتعمل لك ايه؟ خلي الدولة عملت، لكن انا عاوز عليك رقيب اكتر من بتاع من رقيب التموين ولا من رقيب حماية المستهلك. لا، انا عاوز رقيب عندك انت ضميرك فين؟ انت ضميرك فين؟ لما النبي يقول لا يحتكر الا خاطئ، يعني المحتكر عاصي لله، مرتكب إثم وجريمة. انت مستني ايه؟ النبي بيحذرك، عامل لك رقابه، فيه رقابه، في انذار بس من قبل الله، في مفتشين بس من عند ربنا. مفتشين جايين لك هم هيسجلوا عليك لتحتكر قوت الناس، لتبقى عارف ان الناس محتاجة الغذاء والدواء وانت ماسكه، عشان تضطروهم يشتروه بالغلا وبالكوى وبالدين. ونقول مسلمين ونرجع زعلانين على اللي بيحصل من اليهود في فلسطين. ده ما احنا اهو، احنا عمالين نكوي في بعض ونستغل ظروف بعض، والغني عاوز يزداد غنى والفقير يولع ويموت. من النهارده جه كده قال انا يعني اكتفي بس بنسبه معينه من المكسب وافتح للناس واكل الناس. ده السلعه بتبقى عندك يا مسلم شاريها بالسعر القديم وعمال تتابع على النت السعر الجديد، لسه دي موجوده يا شيخ. يا شيخ اتق الله، انت جايب دي ام 70 و80 بيعها ب100، لما تيجي ام 100 بيبيعها ب120. لا، ام 70 و80 تتباع على السعر، والله ما يرضي ربنا. وناقشت كتير من التجار ناقشوني في المسألة ومش مقتنعين، وانا برضو بقول ما يرضيش ربنا انك حاجة تجيبها بسعر قديم تحط عليها المكسب ضعفين وتبيعها بسعر الجديد. دول لي يا عم الشيخ ما انا هروح اجيبها بالسعر. يا شيخ ما انت لما هتجيبها بالسعر الجديد هتبيعها برضو بمكسبك الجديد وبالزيادة الجديدة. الموضوع ده يتناقش يا عم الشيخ، يتناقش على المنابر، امال يتناقش فين؟ الكلام ده يتقال على المنابر والناس تصحى وتفوق، والناس تعرف ان اهم حاجة الاكل اللي بتاكله والشرب اللي بتشربه يكون حلال. ما انت ممكن تصلي وتصوم وتدعي وتقعد شغال ومفيش حاجة بتقبل. ليه؟ ما تدور في الدخل بتاعك، دور في تجارتك، دور في مالك. بقول له يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون مستجاب الدعوة. قال له ايه النبي؟ هي دي، هي اللي بنتكلم فيها دي. قال يا سعد اطب مطعمك، اطب مطعمك، يعني خلي اكلك حلال، خلي رزقك طيب، يعني من الحلال.
ما فيش فيه غش ولا فيه رشوة ولا فيه احتيال ولا فيه كذب ولا فيه خيانة. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الأول كل حلال، خلي دخلك وعملك من حلال، خلي تجارتك مع الله، خلي هدفك ان مكسبك يكون فيه بركة، ما يبقاش كتير. ما تدورش على الكثرة، دور على البركة. فلما يكون حلال يبارك الله لك فيه، والله وإن كان قليلا تجده كثير، تغنم وتسعد به، ويكن لك ملء السماوات والأرض. شح الطعام في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقحط الناس، ما حدش فيه والدنيا شدت عليه. فلما سألوا قال سيكرمنا الله، لن تمسوا حتى يبعث الله الفرج من عنده. إن شاء الله يعني قبل الليلة الجاية هيكون ربنا رضانا. اسمع الناس اللي كانت بتتاجر مع ربنا وكان معاهم فلوس، كان عندهم تجارات وأموال، لكن اتقوا الله في الناس وراعوا ظروف الناس. وإذ بآت يأتي إلى أبي بكر يخبره بأنه أقبلت راحلة أو قافلة لعثمان بن عفان عددها 1000 بعير، 1000 جمل يحمل من البر والطعام. تجارة جاية لسيدنا عثمان، كان من التجار الأغنياء. خلاص يبقى كده في خير هيجي للناس. الجماعة التجار بقى يعملوا ايه؟ أول ما عرفهم من الفجر كانوا عند سيدنا عثمان عايزين يعملوا ايه؟ يشقطوا التجارة وياخدوها عندهم واستغلوا الناس كعادة الناس، كعادة التجار. ما هو لذلك كده التاجر يبقى مع العليين، يبقى من أهل النار. فذهبوا إلى عثمان فدقوا عليه الباب فخرج إليهم وقد اجتمعوا إليه. كل التجار راحوا له، ما فيش خالص، وهو الوحيد اللي جاله تجارة 1000 بعير من المدينة. قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد المال، نريد التجارة. علمنا بخبر القافلة التي أتت لك. اسمع ماذا قال عثمان بن عفان ذو النورين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بكم تربحونني؟ هتدوني مكسب قد ايه؟ قالوا 10 ب12، يعني 10 ب12. قال قد زادوني. قال لا، في ناس ايه عرضت علي اكتر. قالوا 10 ب14، 10 ب14. قال قد زادوني. وبعدين قالوا 10 ب15، 10 ب15. قال بل زادني، في حد اداني اكتر. هم كلهم موجودين، فنظروا الى انفسهم ثم قالوا يا عثمان من زادك ونحن تجار المدينة؟ احنا كلنا هنا، مين اللي اداك ازيد مننا؟ قال زادني 1 ب10. ده مين؟ الله. قال زادني 1 ب10، يعني 10 ب100. ووالله إني تصدقت بها جميعها على فقراء المسلمين. كلها. هل افتقر سيدنا عثمان؟ بل كان من سيد الناس وأغنى الناس، لأنه بيتاجر مع الله. شوف التاجر اللي عرف معنى التجارة، اللي بيتاجروا مع ربنا، ربنا قال في تجارتهم ايه؟ قال يرجون تجارة أن لن تبور.